الدكتور عبد الحميد النجدي وفضيحة سماعة الأذن. انتبهوا، هذه القنبلة الخطيرة. قام المفتري عبد الحميد النجدي بوضع سماعة الأذن في حلقتين متتاليتين كي يستقبل الأوامر والتوجيهات من أسياده في قم والنجف، لكن شاء الله أن يفتضح حيث كشفه أبو منتصر البلوشي. الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها يجب أن تعلم أننا نتعامل مع الناس يتبعون الأوامر، ودكتور تيجاني بالأمس قال أنه يتبع أوامر من غيره، والآن الدكتور عبد الحميد النجدي الذي جالس معنا يستعمل جهاز وهو متصل بخارج الجلسة، ونحن نرفض هذا. نحن نرفض أن يكون واحد من داخل الاستوديو متصل بخارج الجلسة. لماذا هذا الجهاز هو في أذنه؟ حتى ضحكاته يدار من خارج الاستوديو، حتى ضحكاته، حتى ردود الفعل. لا، على الشاهد نحن نرفض أن يكون في داخل الجلسة من يديره غيره. أعزي الشيعة عزاء عظيما. وبعد هذه الفضيحة ها هو يقوم بخلعها أخرى يحتج بها علينا، فالحمد لله على كل حال. هؤلاء علماؤكم، وهذه استدلالاتهم، وهذه أطروحاتهم. كيف أحدث هذا الشيء؟ أيضا نشكر الأخ النجدي على سماعة الهاتف الموصلة مع أسياده في قم، ونشكر له شكرا كثيرا على الاتضاح والتدليس. العياشي وبحار الأنوار، بل إن الكوراني وهو من مشايخهم المعاصرين وهو الذي يتلقى منه الدكتور النجدي التوجيهات، يقول أن الصحابة أخذوا هذه الآية إنما يريد الله من الله تعالى أن يهدي بهذا الكلام الشيعة ويعيدهم إلى التشيع الصحيح وهو كتاب الله، وهو اتباع كتاب الله وسنة رسوله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا نريد بذلك إلا وجه الله تعالى. لست كأمثالنا من يحركه من لبنان ومن يحركه من إيران، بل نحن نريد وجه الله تعالى. وهم يعترفوا هنا، اعترفوا أن غيرهم يحركهم. رأيتم أجهزة في أذنهم، رأيتم كلامهم أن غيرهم يحركهم، لكن والله الذي لا إله إلا هو نحن لا يحركنا إلا إيماننا، لا يحركنا إلا غير على دين الله تعالى، لا يحركنا إلا غير على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله الذي لا إله إلا هو لا يحركنا إلا حب هداية الشيعة. ولكن ولله الحمد والمنة في هذه المناظرات بارك الله فيها كل يوم نسمع هناك من الناس من يهتدي. على كل حال أنا أناشد الشيعة بالله عليكم يوم القيامة ما أحد ينقذكم، لا الإمام ينقذكم ولا الولي ينقذكم، كلنا نحاسب لوحدنا، كلنا نحاسب لوحدنا. الله في دينكم، لا تسلموا عقولكم لمشايخكم، لا تسلموا قلوبكم لمشايخكم، إنما إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نحن بهذا الخطاب نجعل روحنا بكفنا، نجعل روحنا بكفنا، وهم تحركهم الدولة فقط في سبيل هدايتكم، ونرجو من الله تعالى أن يقبل ذلك. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.